البنك المركزي بيسعى إنه يعدل من النظام المالي لمصر خلال الفترة اللي فاتت ويجدد من النظام، وبالفعل عمل اجتماعات للبنوك الفترة الماضية لأنه بيستعد لدخول مصر البريكس أولاً، وثانياً بيتجه خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية إنه يخلي أسعار الفايدة زي ما هي من غير تغيير، وده رغم ارتفاع التضخم، لكن علشان على الأقل المواطن يلحق يتخطى مشكلة غلاء الأسعار. وخطوة الفايدة والزيادة جاية لكن في وقتها. باختصار، البنك المركزي في الفترة اللي جاية هيفاجئ الأسواق بقرارات مختلفة، وكلها هيكون ليها أسبابها الكاملة. تعال ندردش مع بعض ونعرف إيه هي القصة. عايزك تعرف إننا مش بس بنعكس الكواليس، لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. البنك المركزي بقى بيبدأ اجتماعاته ليه؟ البنك المركزي الفترة اللي فاتت بدأ اجتماعات كتيرة جدا، وده كان بحضور وزارات للمجموعة المالية وشركات هتنفذ مشاريع، وكل ده بيستهدف سوق الصرف للجنيه المصري، أو بشكل أوسع النظام المالي في مصر. البنك بيخلق أسلوب جديد خالص، واللي مصر هتتعامل بيه في النظام المصرفي بعد كده. النظام ده للمصلحة مش ضد المصلحة، يعني لمصلحتنا كلنا، أنا وإنت والنظام المصرفي. نظام فيه تطور وباصص لقدام قوي في التعاملات. المركزي بيدرس إطلاق العملة الرقمية. من قرارات البنك المركزي والمهمة جدا إنه بيدرس إطلاق العملة الرقمية. البنك بيستعد للخطوة دي عشان يقدر يستفيد من مميزات الشمول المالي وكمان الاقتصاد الرقمي. وقرار البنك ده يعتبر بديل وحاجة تانية خالص عن العملات المشفرة وخطورتها. وبالفعل البنك شكل لجان داخلية من الوزارات عشان يقدروا يدرسوا الملف ده دراسة واسعة، وازاي يكون آمن ويطلقوا بكل إريحية. واستعان كمان بخبراء من مؤسسات دولية عشان يطبقوا النظام ده، لأنه عايز يقلل التعامل التقليدي ويفعل التعامل الرقمي. بس في مشكلة بتواجهه، هو إن عشان الكلام ده يحصل محتاج تطوير للبنية المصرفية الإلكترونية، وصعب من غيره إن الكلام ده يتنفذ. كمان ميزة العملة الرقمية اللي هيطلقها البنك إنها هتتمتع بقبول رسمي، وليها كل المميزات اللي بتتميز بيها العملة الورقية، بس وعشان تكون في الأمان. ورغم من مميزات العملات الرقمية في موضوع الشمول المالي، إلا إن صندوق النقد حذر من مخاطرها، وقال إن اللي هيستخدموا العملات دي ممكن إن هم يسحبوا فلوس كتيرة مرة واحدة عشان يشتروا عملات البنك المركزي، وده طبعا هيتسبب في أزمة مالية. وعشان كده البنوك بتقيم قدرتها في إدارة المخاطر المتوقعة من الهجمات الإلكترونية. وزي ما في مخاطر نقدر نحاوطها وسهل نتعامل معاها، في مميزات كتيرة، وهي إن العملات الرقمية دي بتخلي المعاملات التجارية أسرع وبتحاول تتفادى تضخم العملة. اتقال إن البنك المركزي انتهى من العملة الرقمية بالفعل، بس لسه واقف إطلاقها لحد دلوقتي عشان يعدل عليها وعشان تكون مترابطة مع عملات بريكس الرقمية زي الروبل الرقمي اللي روسيا أطلقته وغيره. كمان اتقال إن في شبكة دولية بدأت البنوك المصرية إن هي تستخدمها في التداول، وده تحت عين البنك المركزي طبعا. وممكن مع الوقت يتم اعتماد العملة الرقمية كنظام مالي للتطور والاستثمار، وده هيكون سوق جديد على مصر، لكنه هيكون بضمان البنك المركزي، فهيكون آمن. فليه لا نطور من اقتصادنا ونواكب الشمول المالي، وده اللي بيسعى ليه البنك المركزي حاليا. البنك المركزي بيعيد بناء خطته المالية. البنك شغال بشكل ملحوظ جدا على تجديد الأنظمة والقوانين اللي بتشتغل بها البنوك في النظام التجاري. كمان بيحط خطة لملف الصناعة والبضائع، وده كله عشان يعرف يسيطر على السوق بشكل كبير من الأسعار. وبيستعد لأنه يعلن عن سلة العملات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، واللي هتربط الجنيه بالذهب والعملات التانية، وممكن كمان الفضة. السلة دي هتسمح إن هي تضيف أي عملة، لكن بشرط إن هي تكون ليها فايدة وأهمية في دعم قيمة الجنيه ورفع الأعباء عن مصر. كمان هيتم من خلالها التعامل بالعملات المحلية مع دول بريكس. البنك المركزي بينتزع مصر من المطب الاقتصادي،
في الاقتصاد مفيش مجال للخطأ، ولازم تكون عامل حسابك لكل حاجة بتحصل وممكن تحصل سواء كانت صغيرة ولا كبيرة. البنك المركزي قدر انه يعمل حسابه في مشكلة الدولار من بدري، وكان مهتم بساعتها انه يشتري أطنان من الذهب، والخبراء ساعتها استغربوا عشان وقتها ما كانش فيه أزمة ولا حاجة. لكن البنك المركزي بص للموضوع بنظرة مستقبلية لقدام شوية، وقال إن الاحتياطي النقدي من الذهب ده كان الدرع اللي حمى مصر من الأزمات الكبيرة في وقت من الأوقات. وبعد حركة البنك كل البنوك عملت زيه وبقت تخزن ذهب عشان تحصن أصولها النقدية. بس برضو الخبراء فضلوا مش فاهمين ليه البنك بيعمل كده، وده عشان فضل يخزن في الذهب بكميات كبيرة حتى في الوقت اللي كان فيه أزمة نقص الدولار. وكمان لما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، البنوك العالمية استغربت موقف المركزي، لكن البنك كان بيفكر بذكاء شويتين ثلاثة، وكان بيبص لقدام قوي، لأنه كان كل همه وحرصه إنه يزود من مشتريات الذهب، وده تبع خطته في تقليل نفوذ الدولار وإنه يدعم الجنيه المصري، وده عن طريق إنه يحصنه بالذهب عشان يكمل خطته في إنه يتخلى عن الاعتماد على الدولار بشكل كبير. مصر عشان كده دخلت في عضوية بنك التنمية الجديد اللي تبع البريكس، واتفقت مع دول كبيرة زي روسيا والصين إن هم يتعاملوا بالعملات المحلية ويبعدوا تماما في التعاملات عن الدولار. من الآخر يعني البنك المركزي حوش ذهب عشان يكون سند وحائط صد للجنيه لو الدولار سقط، وعشان يقدر يواجه الأزمات بشكل كبير من غير ما عملته تنهار. وده قرار مهم جدا وذكي من البنك المركزي المصري، بنحييه عليه. البنك المركزي بقى بيضع خطة تسوية للبنوك في حال تعثرها. البنك المركزي بيخطط لأنه يتعامل مع الأوضاع الحالية للبنوك من غير ما يحتاج دعم من الحكومة، وده حسب القانون المصرفي اللي شغال بيه البنك. كمان البنوك ملزمة إن هي تشيل أي عوائق هتعيق إن الكلام ده ما يتنفذ، ومن المفروض إن إدارة البنك المركزي هتحدد الخدمات المهمة اللي يقدمها للبنوك زي الخدمات التقنية وغيرها، وإنه يحط شروط لتسجيل الخدمات دي، وده هيشمل تحديد الحد الأدنى لإدارة المخاطر والحفاظ على سرية المعلومات اللي هيتعاملوا بيها. كمان ما ينفعش لأي بنك إنه يندمج مع بنك تاني عشان يشكلوا بنك جديد أو أكتر من غير موافقة البنك المركزي المصري، وده بعد ما يستوفوا الشروط والإجراءات اللي هيحددها مجلس الإدارة ويعرفوا هيكون إيه تأثير الانقسام ده. الخلاصة إن البنك المركزي شغال بشكل ملحوظ وبيحاول من جميع الطرق إنه يحافظ على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، وكل شوية بيفاجئنا بقرارات جديدة، لكن طالما في مصلحة البلد فده المطلوب. يلا اشتغل وماله، شابوه هنحييك. مفيش مؤسسة أو نظام في الدنيا بيحب يوقع نفسه أو يكبر دماغه من إنه يعمل أي حدود تحميه من اللي بيحصل في العالم، وفي نفس الوقت انت عندك ناس بتطور وتفكر عشان يعبروا بالأزمات لبر الأمان ويعلوا سقف الطموحات عشان نحقق الإجادة والتميز ونقف على رجلنا بشكل صح، مش لمجرد وقت محدد وخلاص. ولا ايه رأيك؟ قول لنا يا ريس رأيك في التعليقات في موضوع النهارده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف خير.